ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل الشريك او المنجقونه البورسعيدي او الفريسكا. في ناس بيسموها فريسكا وفي ناس بيسموها بريوش. ان شاء الله بغض النظر عن اسمها هي طعمها جميل جدا، وان شاء الله هنعملها النهارده بمناسبه ان المدارس قربت تتعمل، تتحط في لانش بوكس الاطفال يفطروا بيها قبل ما بينزلوا. انها معجونه باللبن والسمنه والزبده، فهتبقى حاجه في منتهى الجمال. وان شاء الله هنعملها كده بشويه تريكات زي كده اللي كنا بناكلها. هطلعها لكم زي اللي كنا بناكلها في بيتنا، في بيوتنا القديمة كده، في بيت جداتنا كده القديمة الجميلة دي اللي ريحتها مفحفحة وتجيب آخر الشارع يعني. يلا من غير كلام كتير نبتدي الوصفة الجميلة بتاعتنا. أول حاجة هنحتاج كوبايتين لبن دافي. دافي اللي هو زي دمعة العين يعني. عندك كوبايات معيارية طبعا يكون أفضل، أنا بستخدم الكوبايات العادية عشان تبقى أسهل على الناس. وبحط معاهم نص كوباية زيت ومعلقة خميرة. عايزة تحطي في المرحلة دي زيت على سمنة، زيت على زبدة، براحتك طبعا. وهحتاج كوباية سكر. ولازم الشريك يبقى فيه كوباية سكر علشان خاطر هو لازم يكون طعمه مسكر شوية. هو رغم ان السكر بيدي سمك كده للعجينة، بس هو لازم يكون طعمها مسكر. وبعد ما بضربهم مع بعض بسيبهم مع بعض 5 دقايق كده عقبال ما العجينة تشتغل، الخميرة تشتغل. بصوا هي الخميرة اشتغلت هنا. طبعا في المرحلة دي يا جماعة لو انتي مش واثقة في الخميرة بتاعتك، يبقى يفضل ان انتي تعمليها في اختبار من بره يعني. بس انا طبعا واثقة في الخميرة بتاعتي. وبعدين اضيف بيضتين ومعلقة فانيليا. وطبعا البيض يا جماعة يبقى بدرجة حرارة الغرفة، دي اهم حاجة يعني. وما تستهنوش بالخطوة دي يا جماعة، يعني فعلا البيض لما بيبقى ساقع بيبوظ اي عجينة، والله بجد بيبوظها. لان في ناس بتقول ان هو بيفرقش. بضيف مع البيضتين مع معلقه فانيليا. وبعدين بكون مجهزه كيلو دقيق عليه معلقه بيكنج باودر. كيلو الدقيق يا دوبك هيطلع لك 40 وحده شريك يعني. عشان كده انا لما بخبزه بصراحه بخبزه بالمره بيكون كيلو يعني. طبعا عايزه تعمليه نص كيلو، استخدمي نص كيلو بنص مقدار يعني ربع كوبايه زيت، كوبايه لبن، وبيضه. ابتدي اضيف الدقيق بالتدريج، طبعا يفضل ان هو ينخل. وابتدي بقى الم العجينه بتاعتي. وطبعا اكون مجهزه معايا تلت كوبايه زبده على جنب. وابتدي بقى الم العجينه بتاعتي لحد ما تبتدي تتلم كلها مع بعض. وبمناسبه يا جماعه الزبده اللي انا في الاخر هلم بيها العجينه، في الشريك يا جماعه وفي المخبوزات يفضل نستخدم زبده من تكون حيوانيه. انا عارفه ان هي للاسف بقت غاليه جدا، الزبده نيوزيلندي، ولكن للاسف هي بتدي نتيجه احلى طبعا، ده بغض النظر ان هي صحيه. يعني الزبده اللي بالدهون النباتيه دي للاسف هي مش صحيه خالص. وللاسف برضو بتدي نتيجه مش كويسه يعني. هي دي برضو من المشاكل. انا هنا بعد ما عجنت كيلو دقيق حسيت ان العجينه محتاجه مني دقيق تاني. وطبعا ده بيبقى على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. ومن الحاجات المهمه يا جماعه ان احنا لما نستخدم دقيق نستخدم دقيق مخبوزات، ويكون نسبه البروتين فيه 11%. علشان خاطر الشريك او المخبوزات، والشريك بالذات من الحاجات اللي بيحتاج عرق جامد في العجينه. يعني بصوا العجينه هعجن فيها انا بعدين اهو خدتها على الرخامه، عشان هو لازم يتعجن كويس، فلازم يكون دقيق عرقه كويس يعمل عرق، فتكون نسبة البروتين فيه عالية. لأن في فرق ما بين دقيق المخبوزات ودقيق الحلويات. إن شاء الله دي أنا هشرحها لكم إن شاء الله واحنا بنعمل الكيكة يعني. إن الكيكة مثلا ما يبقاش فيها محتاجة الدقيق ده. ابتدي بقى بعد ما خدتها على الرخامة ابتدي أضيف تلت كوباية الزبدة بتاعتي. زي ما قلت لكم زبدة يفضل طبعا زبدة من مصدر حيواني. وانا هنا دي زبده خلطها بسمنه بلدي، عايزه سمنه لوحديها ماشي، عايزه زبده بس ماشي اوكي يعني. مش هتقول لا، بالعكس. بس طبعا السمنه البلدي تديله ريحه جميله جدا، فانا هنا خلطه زبده على سمنه بلدي تدي طعم جميل جدا وانا بلم العجينه، وهتديني يعني نتيجه مبهره. بعد ما العجينه بقى ابتدي اعجنها كويس بالزبده، وزي ما بقول لكم الشريك محتاج يتعجن كويس قوي لحد ما تبصوا بقى العجينه بتبتدي تعمل ازاي، ما بتقطعش. اول ما العجينه تديني النتيجه دي وتبتدي ما تقطعش وما بتلزقش غير لزقه بسيطه كده، اروح ضيفه احطها تاني في الطبق بتاع العجن بتاعي، وادهنها بالزيت، واسيبها تخمر من ربع لتلت ساعه. اكون مجهزه صينيه. وبعد ما تكون خمرت بقى، بصوا ما شاء الله خمرت ازاي. يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله، فعلا يعني عجينه ناجحه جدا. اول بقى ما تخمر وبصوا بقى الخمران منتهى الجمال. ابتدي بقى اخد العجينه بتاعتي واقطعها على 4 قطع. وال4 قطع دول يعني الاول بعملها على شكل اسطواني، وابتدي اقطعها على 4 قطع. وبعد ما اقطع ال4 قطع ابتدي اقطع كل قطعه من الاربعه، ابتدي اقسمها على من 8 ل9 قطع، بحيث ان زي ما بقول لكم في الاخر الكيلو هيعمل معايا من 38 ل 40 واحده. فكيلو دي هيعمل معايا العدد ده. بعد ما بقطعهم على
عدد القطع بتاعتي، وابتدي اعملهم كور صغيره كده، ابتدي اضيفهم لصينيه انا دهناها زيت، وبعد ما اضيفهم في الصينيه دي بصوا ما شاء الله عاملين قد ايه. بقول لكم حوالي 40 كوره كده صغيره. طبعا انا عاملاهم كلهم قد بعض، لو انت مش هتقدري تعمليهم قد بعض عادي طبعا مش مشكله، انت في الاخر عاملاه في البيت. بس لو عايزه تطلعيهم طبعا قد بعض، ممكن في الاول تستخدمي ميزان، بحيث يبقى في الاول الميزان اللي انت عايزاه، اللي هو بتبقى كوره صغيره يعني، مش صغيره قوي يا جماعه قد الليمونه، لا كوره كده قد يعني حلوه كده يعني. بحيث تعمليهم قد بعضيهم يعني. بعد ما بحطهم في الصينيه ابتدي اخد بقى واحده واحده، وابتدي ابرمها كده زي ما انتوا شايفين. هو بس يمكن الكاميرا مش مبينه. ابتدي بقى ابرمها كده اهوت، وبعد ما ابرمها ابتدي الفها كده حوالين نفسها، وارصها في صاج طبعا برضو مدهون زيت، دي اهم حاجه يكون مدهون يا جماعه. لو عندك ورقه زبده يفضل طبعا تحطيها على ورقه زبده، بس انا ما كانش عندي. وابتدي بقى ارصهم واحده واحده. وتخلي بالكم يا جماعه ان العجاين دي ما تتحركش من مكانها، يعني لو انت رصيتيهم في صينيه ما ينفعش ان انت تحركيهم تاني بعيد عن بعض، لان لما بتحركي المخبوزات بعد ما اتحطت بتفقد الخمر بتاعها، تلاقيها تنشف منك. ودي برضو من التريكات المهمه لناس كتير قوي يعني يا جماعه، دي بتبقى عجينه جميله جدا وطريه جدا، فانت ما ينفعش ان انت بعد ما تحطيها في مكانها تقعدي تغيري مكانها. في المخبوزات ده ما بينفعش يا جماعه. ونبتدي اهو نضيف الشريك كده نحطه، وبعد ما ارصهم كلهم في الصينيه اسيبها تاني تخمر 5 أو 10، من 5 ل10 دقايق على حسب الجو. هي برضو مشكله الشريك ان هو بيحتاج خمر كتير، بس في الاخر هيديكي نتيجه انا اوعدك انه هيبقى رائع. بسيبه يخمر بالظبط 5 دقايق مش اكتر من كده. الدنيا حر، وحتى لو في الشتا ما هيقعدش اكتر من 10 دقايق، بس عشان ياخد الحجم بتاعه والخمر بتاعه يرجع له كده، ويبقى العجينه خمرانه كده. وبعدين بقى ابتدي ادهن الوش. في العادي انت ممكن تدهني الوش بيض، بيض وفانيليا. انا بصراحه مش بحب البيض، يعني مهما ما انا عارفه والله ان البيض ملوش ريحه، وفي ناس كتير عندها مشكله في الموضوع ده، او في ناس بيقولوا لا هو ملوش ريحه، بس انا عندي مشكله مع ان انا ادهن الوش بيض، وانا عاملاه لنفسي. لكن البيض بيبقى شكله احلى ولمعته احلى وبيتحمر اسرع. فانا بقى هدهنه، هجيب معلقه قهوه سريعه الذوبان مع كوبايه لبن مع شويه سكر، وابتدي ادهن الوش، وابتدي ارش سكر العادي جدا الحبيبات بتاعي على الوش، واكون مجهزه الفرن بتاعي على احلى حاجه، يعني يكون الفرن بتاعي على 260، بتدخل بالظبط على 260 لمده 20 دقيقه، ما تاخدش اكتر من كده. وبعد ما بيطلع بكون مجهزه زبده بالفرشه بتاعتي، زبده سايحه، ابتدي ادهن الشريك بتاعي بشويه زبده من فوق واغطيه. وكل المخبوزات يا جماعه وهي طالعه من الفرن بتبقى ناشفه، ده عادي جدا جدا يعني. وبكده اغطيها بعد ما دهنته بالزبده، وكده الشريك بتاعنا خلص. حقيقي رائع رائع، واتمنى ان انتوا تجربوه، هيعجبكم جدا ان شاء الله، مع كوبايه شاي الصبح تفطروا بيه هيعجبكم فعلا. والزبده اللي احنا عملناها في الاخر، اللي احنا عجلنا بيها في الاخر، عملت كده خليته مورق كده وبقى جميل قوي. يعني بجد ان شاء الله الوصفه هتعجبكم جدا، اتمنى انتوا تجربوها. وبكده وصفتنا خلصت، مستنيه تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديده. اشوفكم في فيديو جديد، في وصفه جديده ان شاء الله.